وهنشوف اللي احنا وصلنا له في السنتين دول. بس الحمد لله احنا ابتدينا نوفمبر 2020 ده البدايه. اتفضل. طبعا الواجهات برضه اديك كده فكره. احنا طبعا التصميم بتاع المشروع بيعتمد على كل النظم الحديثه في التشطيبات. فعندنا في الواجهه الرخام اللي احنا شايفين ده رخام يعتبر معلق متركب تركيب ميكانيكي، ده من احدث الحاجات. وعندنا في النص في حاجه اسمها الدي ار تي اللي هي بلاطات اللي لونها ابيض كده تركب. وعندنا كل الواجهه هتبقى ازاز بعد كده، حاجه اسمها ستراكشر بليز اللي هو برضو احدث طريقه لتركيب الزجاج، يعني الواجهات الزجاجيه. فالحمد لله يعني برضو واحنا شايفين كده هنلاقي في ناس كتير قوي بتدعم بهيه. وده كان من ضمن الحاجات اللي احنا اهتمينا بيها، ان احنا نخاطب الشركات الكبرى اللي بتنتج منتجات لتشطيب المباني. فمثلا شركه كارير دعمتنا باجهزه التكييف الحمد لله. شركه جي ال سي دعمتنا بالدهانات. طبعا البنك الاهلي وبنك القاهره دعمنا. هنا ده كونسيرف واس اس دول المقاولين الاساسيين للمشروع. فالقصد يعني ان الرخام ده متبرعه بيه برضه شركه سيلفر ستون. يعني كل الماتيريال اللي احنا شغالين فيها على الواجهه دي بالصدفه هي تبرعات الحمد لله من ناس اهل خير. وعشان كده ده ساعدنا جدا ان احنا الظروف الصعبه اللي حكينا عليها ان احنا نظل يعني بالسرعه اللي احنا يعني بنستهدفها. احنا بنستهدف ان شاء الله ان في مارس الجاي يعني بعد 4 اشهر بنستهدف اننا نفتح مرحله صغيره في الاول اسمها مرحله الكشف المبكر. هنشوفها برضه على الطبيعه ان شاء الله. تيسير فين؟ يا تيسير فين يا شباب؟ دايما بنوثق حاجات. احنا جايين يا جماعه دلوقتي وشايفين المبنى كده زي ما انتم شايفين لسه بدري جدا عليه. ان شاء الله الجزء ده هيبقى في نوفمبر الجاي باذن الله، او يمكن اكتوبر كمان هيبقى متشطب بالكامل وهيبقى المستشفى بالكامل خلص. دي جزء في الواجهه الثانيه هنشوفها دي اللي عايزين نفتحها في مارس الجاي باذن الله ان شاء الله. اتفضل. شويه يعني ايه مش مؤهله قوي بس سمحوله يعني. الاولى اللي احنا شفناها في 2015 كان في حاجه الناس كلها انبسطت منها لما جت ظهرتنا. قالوا ان احنا حاسين اننا مش في مستشفى، حاسين ان احنا في منطقه شرحه فيها نور ربنا داخل. فده كلام احنا سمعناه واهتمينا ان احنا ننفذه برضه في هذا المشروع. فاحنا عاملين حاجه اسمها سكاي لايت واخده كل الادوار اناره طبيعيه بحيث اللي داخل المكان فعلا يحس ان الدنيا شرحه مش الدنيا مقبضه او مكتئبه او هكذا. الدور ده دور غرف الاقامه. هنوريكم غرفه منهم. طبعا ده مش هيتفتح في الفتره الجايه، هيتفتح ان شاء الله باذن الله يا رب يعني في اكتوبر، يعني بعد سنه او اقل من سنه. بس برضه هنبدا نوريكم تطور الشغل. ده نموذج لاوضه من اوض الاقامه الفرديه. ده هنا هتبقى زي استراحه او لوبي او كده. ودي غرفه اقامه فرديه طبعا واخده كل ده هيبقى ازاز، هيبقى اللي قاعد يعني مبسوط جدا. وده الحمام اللي بيخدم الغرفه. طبعا ابتدينا في التشطيبات بس لسه شويه، لان المرحله دي ان شاء الله المرحله اللي هي بتاعت كمان سنه باذن الله. لكن الواجهه دي بالكامل هتبقى ازاز، فاللي هيبقى مقيم في الغرفه يوم او يومين او 3 هيبقى حاسس انه يعني حته برضو شايفه حتى كويس ان شاء الله. زي ما قلت لكم بقى احنا في الدور الثاني اللي هو لسه هيفتح كمان فتره ان شاء الله. بس
بس احنا يعني رغم ان المرحله الاولى ما فيهاش الكلام ده كله، لكن احنا اي متر مسطح، احنا مسطحنا 35,000 متر، اي متر مسطح قادرين نشطبه بنشطبه عشان نكسب وقت، وعشان كمان نسابق الزمن في الاسعار اللي قاعده تزيد. يعني اي حاجه بنعملها النهارده احسن من نعملها كمان سنتين. بنحقق هدفين، يعني هدف الوفر المادي، وهدف ان احنا نقدر نقدم خدمه اسرع لاكبر عدد ممكن من السيدات. ان المكان ده ان شاء الله باذن الله لما يفتتح باذن الله هيستقبل في السنه تقريبا 500,000 انسان، نص مليون واحده مش عيانه، نص مليون واحده عايزه تطمن على نفسها. فاحنا بنقول احنا كل سنه هنطمن نص مليون انسان ان شاء الله باذن الله. برضه من حظنا الحلو ان المستشفى ليها مدخلين رئيسيين، مدخل من الشارع ده اللي احنا بنسميه مدخل كليه الهندسه، ومدخل تاني من ناحيه مساكن الشيخ زايد. فالمدخلين دول ساعدونا جدا، احنا دخلنا من مدخل هنخرج من مدخل تاني خالص، ساعدونا ان احنا نقدر نقول ان احنا قاسمين المستشفى لتو زون كبار قوي. زون اللي داخله تعمل عمليه وهتقعد يوم او اثنين او ثلاثه تخش من هنا، وزون الاكبر بكتير اللي هو الكتله الضخمه من الستات اللي بنخدمها، اللي هم جايين يعملوا كشف مبكر ويطمنوا على نفسهم. فهو ده اللي هيخشوا من الزون ده. فاحنا عندنا في اليوم هيخش لنا يوميا مش اقل من 3000 انسانه، هيبقى جزء منهم بيخشوا للي محتاج عمليه او حد بيزور عيان او هكذا من هنا، والجزء الثاني اللي هو العيادات اليوميه. طبعا الدور يا جماعه 3300 متر مسطح، الدور ده الادوار اللي هي تحت الارض او الارضي 6000 متر. احنا بنتكلم الدور تحت حوالي فدان ونص. فطبعا يعني مسطح ضخم جدا. هنيجي بقى هنا هنلاقي دلوقتي المدخل الثاني بنفس الفكره ونفس الكونسبت اللي احنا اهتمينا بيه برضو، ان احنا ندخل اضاءه واناره طبيعيه لكل الناس اللي بيخشوا المستشفى عشان يحسوا بنفس المبدا بتاع ان الدنيا شرحه وان الدنيا منوره وان مفيش اي افضل اللي بيخش المستشفى. نفس القصه. ولو بصينا بقى يعني بصوا بالراحه كده، ده نازل لماينس 3، يعني لغايه 18 متر تحت الارض النور بتاع ربنا هيخش. فبرضه ده كان هدف رئيسي ان احنا نعمل حاجه اي حد بياخد خدمه في اي دوره في اي قسم من المستشفى يبقى حاسس براحه نفسيه بقدر الامكان. اتفضل. يا باشمهندس تيسير. يا تيسير. اين انت يا تيسير؟ اتفضل. التحديات الجامده جدا اللي قابلتنا في المشروع ده ان نقدر نقول 70 او 80% من الخامات المستخدمه في المشروع مستورده. وطبعا احنا عارفين الازمه العالميه بتاعت الاستيراد وبتاعت حرب روسيا، فده كان شكل عبء ضخم جدا علينا، بس بصدق ربنا وفقنا مع شركه مقاولات قويه جدا عامله تحالف شركتين، هم شركه اسمها فولسيل، شركه اسمها ACS. الشركتين دول فعلا يعني هو مقاول المشروع، لكن هو فعلا بيتكلم او بيشتغل كأن ده مشروع، يعني قلع عبايه المقاول ولبس عبايه المالك، هو اكنه صاحب المشروع. ففعلا هم مساعديننا جامد، ربنا يكمل لنا معاهم للاخر على خير ان شاء الله. يعني الخراب اللي احنا واقفين فيه ده رعايه مركزه. متعارف على الرعايه المركزه ان هي دايما بتبقى مكان مغلق ومظلم. احنا في الديزاين لا، دي حاجه اسمها سيكولوجيه للبيشنت نفسه، ان هو لما يبقى موجود في الرعايه هو محتاج يشوف اختلاف الليل والنهار علشان خاطر يحس ان هو بني ادم طبيعي مش مريض محطوط في مكان ومعزول.
فبالتالي خدنا واجهه من الواجهات حطينا عليها الرعايه المركزه. المكان اللي احنا واقفين فيه ده يساع حوالي 12 سرير رعايه مركزه. كانت الناحيه الثانيه ليه خلينا هنا الرعايه والناحيه الثانيه الاقامه الناحيه الثانيه لا هو بيشنت بيتحرك على رجليه فبالتالي مش هينفع احطه على مكان مجهول. لكن هنا من الناحيه دي هو بيشنت الرعايه مين اللي ما بيتحركش فحطناه على الواجهه اللي من ناحيه المساكن اللي فيها ناس فبالتالي البيشنت مش هيتحرك. نفس الفراغ دوت متكرر تاني برضه في نفس الدور هنا بيساع برضه حوالي 12 سرير رعايه فبالتالي كده يبقى الدور ده هو ده الكور الاساسي اللي اتعمل عشانه بهية زايد بيكفر رعايه بيكفر عمليات بيكفر انبيشن وده كده الاساس بتاع بهية زايد. طبعا احنا حبينا برضو يعني للي ما جالناش في الهرم كان هرم فيها كل الخدمات اللي بتحتاجها المريضه اللي بتجيلنا ما عدا يوم العمليه. يعني مريضه السرطان لو رحله علاجها بتاخد 10 اشهر ف9 اشهر و29 يوم بتبقى في بهية ويوم واحد اللي هو يوم العمليه بتبقى في مكان تاني. احنا بناخد مستشفيات بنأجرها وبيطلع الستاف بتاعنا الدكاتره كل حاجه بيعملوا العمليه للسيده في المستشفى الفلانيه مثلا على عزت في المعادي ما اعرفش سيد جوهر فين هكذا. هنا بقى عوضنا النقص اللي كان موجود. طبعا المستشفى بتاعت الهرم احنا استلمناها كده من الناس اللي انشأوها رحمه الله عليهم الحاجه بهية وهبي وجوزها المهندس حسين عثمان. كانت المستشفى مش مجهزه للعمليات. هنا بقى قلنا لا هنعمل عمليات 4 غرف عمليات كبرى. هنعمل زي ما قالت المهندسه تيسير اكتر من 24 سرير عنايه مركزه. هنعمل طوارئ. هنعمل طبعا اقامه. يعني كل الخدمات اللي ما كانتش موجوده هناك هتبقى موجوده هنا ان شاء الله باذن الله. هننزل عليه ده برضه تبرع من شركه رخام. يعني شركه مشهوره متبرعه لنا باكثر من قرب 10 مليون جنيه رخام للمشروع كله سواء سلالم واجهات غرف صالات كله الحمد لله تبرع يعني من احدى الشركات اتفضل. احنا بقى جينا هنا للمنطقه الثانيه اللي هي منطقه او الزون بتاع الكشف المبكر والعيادات الخارجيه اللي هي لو بنقول بنستقبل 3000 حد في اليوم هنا هيبقى 2500 وهنا 500 لان طبيعه بهية ومرض سرطان الثدي هو يعني الكور الرئيسي فيه هو الكشف المبكر. الكشف المبكر ده بيحتاج عيادات تخصصاتها كتير جدا سونار وماموجرام وجراحه ولنا تيسير. هي البيشنت اول ما بتدخل كشف مبكر بس ده هيبقى في الدور اللي تحت هتشوفه في التسديد. هنا دي منلي العيادات بتاعت الجراحه اللي بتعمل فيها اسسمنت قبل بدايه العمليه كمان بتعمل فيها بعد العمليه بتتابع فيها ما بين جراحه ما بين علاج الم ما بين ايكو قبل العمليه ما بين تغذيه بعد كده علشان طبقا للادويه اللي هي بتاخدها بيبتدي تعمل لها نظام غذائي معين. ده كله بيتكرر هنا في العيادات المقسومه ما بين الدور الارضي هنا وما بين الدور الاول. هم تقريبا احنا عندنا في المبنى هنا حوالي 40 عياده متقسمين على دورين ما بين بيخدموا على الانكولوجي عشان الكيماوي وما بين بيخدموا على الجراحه عشان ما قبل العمليه وما بعد العمليه. اتفضلوا حاضر هم حبات حلوه كده عشان يصوروا ناخد صوره جماعيه. هو الباشمهندس حضرتك وريته من فوق هو بيوصل تحت لغايه السيرك بس لو انتوا حابين تنزلوا من السيرك بس ممكن برضه عندكم السيرك بس. هننزل بالزور تحت كده كفايه؟
انا حابب اوريكم حاجه هنا لو تسمحوا بعد اذنكم. اتفضلوا. من فين؟ من هنا. اتفضلوا يا جماعه. تعالوا. المنطقه دي كانت ديد او ميته، قررنا ان احنا نعمل فيها كافيتيريا محترمه جدا، بحيث كل يعني بص حته الفول بتاعها الكافيتيريا هتبقى ضخمه جدا، اي حد جاي يزور حد او واحده عيانه منتظره دورها تقدر تقعد تشرب حاجه مسخروا كل حاجه. فهيبقى في كافيتيريا محترمه جدا هنا ان شاء الله. واحد كشف مبكر عباره عن كل حاجه زي ما حضرتك شايف كده تقريبا 80% من الشغل اللي فوق الاسد خلصان، تكييف حريق يعني تكييف حريق كيبل تري خلصان، الكهرباء خلصانه، الميديكال جازز ابتدت يشتغلوا فيها، فتقريبا معظم الشغل اللي هيبقى فوق السيلينج هيبقى متقفل، السيلينج نفسه هيبقى متقفل مع افتتاح المرحله ان شاء الله في شهر مارس. هنفتح ان شاء الله وحدات الكشف المبكر في شهر مارس. كده واحده كده متكامله. هتبقوا كلكم معانا طبعا ان شاء الله في الافتتاح. عليه ده هيبقى مدخل عيادات ومدخل الكشف المبكر بالكامل بقى ان شاء الله. ناخد صوره هنا. ناخد صوره هنا. اتفضل يا فندم. اتفضلي هنا يا فندم. ده بقى المدخل الثاني يا جماعه. ده يعتبر المدخل الرئيسي. ده اهم فراغ في المستشفى. هيبقى هنا في قسم للتبرعات. احنا ده يعني المكان الصغير ده هو اللي هيخدم مصر مليون واحده. اوصيكم المكان ده ما تنسوش. هنا كده هيبقى ده يعتبر المدخل الخلفي للمستشفى، بس هو يعتبر المدخل الاساسي للكشف المبكر. من هنا كشف مبكر، الناحيه الثانيه في مدخل للطوارئ، الناحيه دي هتبقى الصيدليه. ده يعتبر المكان اللي هتتردد عليه سواء بقى كانت محاربه، سواء ست محتاجه تطمن على نفسها، هو ده اللي هيبقى المدخل الرئيسي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حسب الصوره دي مش كده؟ نعم. حسب الصوره دي؟ حسب الصوره دي حسب الصوره دي بالظبط. احنا واقفين هنا كده بالظبط. ده هنا هيبقى صيدليه، وده مدخل للطوارئ، ده مدخل للطوارئ، ودي بقى غرف كهرباء اللي لها علاقه عظيم. احسنتي يا حبيبتي. بص ولو جيت باذن الله فحبيت اوريها لكم بس كده. ان شاء الله افتكروا يا جماعه في مارس الجاي هتشرفونا، هتلاقوا الدنيا دي خلاص. وباي ذا واي يعني بما ان المهندس ماجد بيورينا الواجهه الازاز دي، الازاز ده ما بيبقاش بيبقى معمول له سelection معين علشان يقاوم الحراره، ما يدخلش الحراره دي للبيشنت جوه. يبقى الباشمهندس ماجد برضه كان من ضمن الكونديشن بتاعته الاساسيه ان الازاز دوت بيعدي حساسيه الضوء بتاعته قد ايه، علشان ما يبقاش بدي افكت مختلف جوه للبيشنت، يبقى شايف لون ازرق لون اخضر لون كده. عايزين ده نعمله فيديو بعد كده. عايز كمان في سؤال مهم جدا عشان بشوف كل الافلام الاجنبيه او الافلام التسجيليه الاجنبيه بيسالوا كم قطعه ازاز موجوده، فعايزين نعرف كم واحده مثلا هيبقى 2324 واحده. بيفرق كتير قوي في المعلومات. لا نفكر فيها مع الباشمهندس كده ونكتبها بالظبط. بيبقى ليها لازم يتعمل فيلم جديد ان شاء الله. وده بيأثر كمان على التكييف بتاع المكان. كل التفاصيل بقى وكم عامل وكم فوت قد ايه وكل الحاجات دي، يعني الحاجات دي يعني حضرت ان هي ورمله لحد دلوقتي مش مصدق نفسي. الحمد لله. كل ده يا جماعه في سنتين، يعني عشان بيجي من سنتين كان في حفره 18 متر، هو ده اللي شاف حفره وحضرتك احنا بنبص عليها يا جماعه دي المستشفى. ايوه الحمد لله. الناس على اساسها الدور ده يا جماعه اللي احنا فيه، اللي احنا بنطلع من الشارع حوالي 7-8 درجات. الدور ده اسمه البدروم الاول، يعني ده عند الرخصه عند الدوله ده بدروم، لان هناك في الشارع الثاني الشارع اعلى بكتير. فالدور ده المفروض يبقى مقفول ومدفون، ما فيهوش اضاءه طبيعيه، ما فيهوش تهويه، ما فيهوش دخول، بس عشان فرق المناسيب هنا شارع منخفض جدا وهناك شارع عالي، اصبحنا البدروم ده كله عباره عن دور حي، ما هوش مخازن ما هوش باركينج.
كسبنا 6000 متر من عند ربنا. على السيرفيس الحمد لله. اي بيشنت ياخد اي سيرفيس النية واضح انها كده. الحمد لله الحمد لله. على النسبه اللي هو احنا بس بنطلب حاجه من حضراتكم ان شاء الله بره لا مش معانا. لو لا مش عايز لو اي حاجه شفتوها اي حاجه عجبتكم في اللي انتم شفتوه قولوا للناس، لان احنا ما عندناش قدره اننا نعمل اعلانات كتير، لكن عندنا قدره ان سفراءنا وعيلتنا تنقل عنا احنا بنعمل ايه. قلنا الصور دي عشان احنا بقى نقول بالظبط كده. انا خدت صور لنفسي. لا طبعا اي حد يشرفنا اي وقت نعمل له تور لوحده ويديله الانفو اللي هو محتاجها والتصوير برضه اللي هو محتاجه وكل حاجه في اي وقت. نجيب 2 3 من MC حاجه زي كده. شكرا. هشام سليمان مدير قنوات CMB. ده الجزء هنخش منه، يعني مركزين قوي ان احنا نخلصه في الاول، بس برضو سرحنا على الجزء بتاع شهر اكتوبر برضو جرينا فيه الحمد لله الحمد لله. كل الرخام ده يا جماعه جاي لنا لكم تبرع من شركه محترمه اسمها سيلفر ستون، وفرت علينا تكاليف جامده جدا جدا الحمد لله. ده ريبن بهيه اللي هو شعار بهيه، احنا عملناه يوم ما جينا حفرنا الارض الفيونكه البامبا دي. جيت للمهندس اللي بيشتغل في الخرسانات وقلت له ما تعمل لي فيونكه خرسانه، وجلدناها لازم التذكاري. فهو ده شعار بهيه الرئيسي يعني.